السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما في قناة تجربتي الجميلة. اليوم نقدم لكم إن شاء الله طاجين لحم العجل بالخرشوف، وغيجيكم لذيذ وزوين وبطريقة سهلة جدا على يد والدتي. يعني غيجي معكم هشيش وغادي يعجبكم بزاف، وبتنساونيش باللايكات فضلا وليس امرا. بسم الله الرحمن الرحيم. غنبداو ان شاء الله في طنجة الضغط غادي نوضعوا نص كيلو ديال اللحم العجل. غادي نضيفوا ان شاء الله بصله مشلضه يعني مقطعه على شكل مربعات، وغنضيفوا لها ان شاء الله 3 فصوص ثوم مقطعه كذلك، وغادي نضيفوا ملعقه كبيره ديال الربيع والمعدنوس مقطعين على هذا الشكل هذا. على بركة الله غادي نديرو دابا المقادير. غادي نحتاجو درت واحد شويه نتيفه تاع المربع ديال البنه ديال الزعفران، ودرت زعفران عادي اللي هو الكركم شويه معلقه. تقوش لي قامه لان القامه ما كتخليش البنه ديال اللحم البنه ديال والو. هنا غندير معلقه ديال البزار حتى هي صغيره، وغندير التحميره هي البابريكا واحد المعلقه هي صغيره وهي مقوبه. غندير قزبر اليابس راه زوين الطياب، ندير واحد شويه. وغندير سكينجبير بودره ها هي صافي. ندير 2 معالق كبار ديال الزيت وغنقلي. غادي نضيفوا دابا 2 معالق كبار تاع الزيت. ضفت الخرقوم الملون، هذا اختياركم، اللي بغا يدير اللي مبغاش ما يديروش. غندير 2 معالق، المعلقه اللي كنقول لكم كبيره. غندير 2 معالقات ديال الزيت، تقدروا ديروا زيت الزيتون. وغندير واحد طريقه تاع الملحه، لان كتعرفوا ان غندير الزيتون وغندير الخرشوف ما كيبغيش الملحه. كما كتشوفوا دابا كنقليوه مزيان، من بعد هذا غنبللو. كنديروا النار كنبدا نتقلي، وتفادي التوابل باش ما يتحرقوش لينا. كنزيد واحد القطيره ديال الماء بحال هكا، الماء طيب باش ما يتحرقوش ليا التوابل. ماء غليان ونبدا نقلي، لان هذا الماء كيساعدني باش نقلي وباش اللحم ديالنا يدخل فيه اللقامه والتوابل. ومن بعد ما نقليوه مزيان عاد غنزيد نرويو به، يعني نزيدو الماء اللي غادي يغطي هذا اللحم ونسدو عليه ونخليوه يطيب. كما كتشوفوا معايا هانتو ملي كيدخل شويه غنزيدو عليه دوكايا الخرشف. بعد ما سلقت شويه الخرشف ما خليتوش خضر باش ينقص منه الجد باش دغيا يطيب. الا درتو خضر غادي يهز ديال الطياب، وحنا بغينا هذا الخضر وكنخليه حتى الروس هادو تما غنديرو. غنرميه كله. هذا قوطه ديال الخرشف، ها هي الماء باش ينقص منه الملحه وشويه الحامض. غندير تا هاد الزويتينات، وغندير واحد 2 فلفلات حارين تما غنغسلهم. ها هما نغسلهم وندير اللي كيبغي الفلفله الحاره، وغنسد على الكوكوط سيطيب. ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم ان شاء الله. بعد ساعات ديال الطياب المرق ديال اللحم بالخرشوف راه هو واجد معانا كما كتشوفوا. وللتقديم كنضعوه في الطاجين، وهكا كما كتشوفوا كنوضعوه في الطاجين. كيجي الخرشف هشيش حتى من داك القلب ديال الخرشف حتى هو كيكون طاب من داك الشيء. وغنزينوه ان شاء الله بالبطاطس المقليه، وطبعا بالفلفل الحار، وكذلك بالحامض المصير. وما تنسونيش اصدقاء ديالي باللايكات والبارطاج، وفضلا وليس امرا. الى الفيديو القادم ان شاء الله.